هل بدأت المجموعة بالتأقلم مع الأسلوب الجديد للجهاز الفني للمنتخب الوطني والمدير الفني حسين عمود؟ يعني أنا ما بعتقد أنه ال 45 دقيقة اللي شاهدناه مع المنتخب الكوري الجنوبي وقوته وشراسته في هذه المجموعة، وفرض أسلوبه وشخصيته على أرض الملعب تكتيكيا وامتداد لمباراة ماليزيا، أعتقد أنه هو مش وليد اللحظة، وبالتالي كان في عمل جبار، في تناغم، في تواصل، في ضغط، في انسجام. شفت أنا الهجمات العنترية لموسى التعمري وبكل ثقة مع يزن عماد ومحمود مرضي. المهمات والواجبات الدفاعية للمهاجمين كانت عالية المستوى، بالتالي يعني اللاعبين وصلوا لمرحلة على ما أعتقد هناك أصبح هناك نضوج على مستوى التكتيك بالنسبة لعقلية اللاعبين. ما أنا بدي أعلق على موضوع المدارس اللي الإفريقية تختلف تماما عن الآسيوية. احنا مع الكابتن عدنان حمد كنا نلعب في طريقة لعب وأسلوب لعب أيضا محترم يتناسب مع إمكانيات وظروف اللاعبين، وأيضا مع الكابتن حسين عموتة يبدو هناك تطوير على مستوى الأداء التكتيكي وتطوير عقلية اللاعب الأردني والانتقال من المدرسة الآسيوية للأفريقية. الأفريقية قريبة جدا من أوروبا، وبالتالي تلاحظ اللاعبين في افريقيا متجهين لاوروبا بشكل كبير، فاصبح هناك اكتساب المعرفه، اكتساب واكتساب الخبرات. دليل على هذا الكلام موسى التعمري هو يشكل حاله فرديه. موسى التعمري يشكل ارهق دفاعات منتخب كوريا، وتحديدا كيمن جاي لاعب بايرن ميونخ، وبالتالي كان موسى التعمري كان انطلاقاته عاليه المستوى، التمرير، التسديد على المرمى، جاد اللعب التعاوني مع المجموعه، مع يزن، مع محمود مرضي، مع علوان. شفنا في نضوج تكتيكي بين اللاعبين. هذا الشيء لم ياتي من فراغ، كان في هناك اعتقد كان هناك في عمل للجهاز الفني، له بصمه، كان له شكل واضح على مستوى الحاله الدفاعيه وعلى مستوى وانتقاله على مستوى الحاله الهجوميه مع منتخب كوريا. اتمنى مع المنتخب البحريني الثبات على هذا المستوى، وأن يكون هناك احترام للمنافس، وأن نلعب بروح قتالية عالية، وأن لا يكون هناك استهتار أو نوع. كابتن حسين عموتة يعني أنا أسميه مدرب بعد الطموح، مدرب اللي جانا البطولة وكانت عليه ضغوط قوية وانتقادات لاذعة، وبل أن وصل الحال إلى كمية من الكلام والإشاعات وما شابه ذلك بأن هناك من ينتظر الخسارة أمام ماليزيا ليتم استبدال مدرب بمدرب آخر. لكن الكابتن حسين عموتة دخل بهدوء في المباريات. الآن هو في دور ال16. حقيقة أيضا احنا فخورين بالكابتن حسين عموتة، لأنه من المدربين العرب اللي هو عنده طموح وعنده أنه مثل اللي يقول لك يبي ينسي الأردنيين المدربين السابقين، يبي يقول حق الأردنيين ترى أني موجود الحين يعني 100%. يعني في النهاية هو الكابتن حسين عموت أنا يعني بعرف أنه تعرض لضغوط، ويمكن أنتم مش راح تحسوها غير لو عشتوا مكانه، لأنه في الأردن كان عليه بصراحة هجمات شرسة. لكن احنا لغايه هاي اللحظه يعني الكل حاليا واقف مع الكابتن حسين عموته، والكل بيمدح في الكابتن حسين عموته، والكل ماشي معاه. لازم نشوف وين بده يوصل الكابتن حسين عموته. اذا بده ينسي الاردنيين المدربين السابقين لازم يوصل لمرحله اكثر من اللي وصلوها المدربين السابقين. في ناس منهم وصلوا دور الثمانيه، فلازم يوصل اكثر باذن رب العالمين عشان يثبت الحكي اللي الكل بيحكي. حسين عموته في تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم تعادل مع طاجكستان في طاجكستان، وخسر على أرضه هناك في عمان مع المنتخب السعودي بهدفين لا شيء. مباريات ودية خسر بسداسية من اليابان، لم يحقق انتصارات تذكر. كان ضغط كبير جدا على الإطار الوطني المغربي الحسين عموتة، الذي يعني اليوم الأردنيون يعرفونه، وهناك من طالب في صفحات فيسبوكية من الاعتذار من الرجل، لأنه كان يبني، كان في مرحلة إحلال وتجديد، كان يريد أن يراهن على مجموعة من الأسماء، أن يمنحهم شحنة معنوية، أن يعطيهم الثقة بأنفسهم. ولكن هذا لا يمنع أن هناك موهبة فطرية لدى اللاعب الأردني. تحدثت مع عموتة بعد مباراة كوريا الجنوبية، ورجل متفائل لديه إيمان بالعناصر الأردنية، وأنا كمعرفتي به أعرفه أنه رجل يعمل بصمت، لا يحبذ الأضواء كثيرا، لا يطلق العنان للسانه من أجل إعطاء تصريحات نارية، لا يستفز الخصوم بل يحترمهم.
ولكن في ذات الوقت تراه بأنه يدخل تواضع الكبار. أكيد اليوم من شاهد الأردن في كأس آسيا عليه أن يبدأ من بداية المشوار في لقاء ماليزيا. لقاء ماليزيا لا يوجد وقت للهدنة، وكأننا في معركة كروية، وكأننا في معركة إثبات الذات. بسم الله إعلاميا بنرحب فيك في الأردن وأهلا وسهلا فيك، وإحنا راح نكون سند قوي جدا لك في المرحلة القادمة. لكن عندي ملاحظة للست سمر وتاخذيها بأريحية. يا ريت تحطي لنا بند بالعقد إنه عموتة يفوز على المنتخب المغربي 4-0 زي ما فاز علينا بالمنتخب الأردني. هذا أول. اثنين، كابتن حسين عموتة كل شيء في كرة القدم الاتحاد الأردني لكرة القدم وفره لكل الأجهزة الفنية السابقة اللي استلمت المنتخب الأردني. احنا كل شيء حصلنا عليه على صعيد البطولات العربية، على صعيد حتى الآن يعني الدور الثاني بالنسبة للمنتخب فيما يتعلق بآسيا. كأس العالم حلم كل مواطن أردني صغير أو كبير لعام 2026. تعرف الآن منتخبات ما هي التفصيلة الجديدة لكأس العالم لآسيا وتحديدا 8 منتخبات. أملنا كبير أن يكون المنتخب الأردني بدون أي صعوبات في المرحلة القادمة. ماذا تعد اتحاد كرة القدم المتواجد الآن والداعم الحقيقي لكل